وليسوا إسوة صالحة ولا قدوة حسنة يؤتسى بها فيما يتعلق بالرأي. فالمسائل تنقسم إلى قسمين: إلى مسائل حسمها النص وجاء فيها الوحي من عند الله سبحانه وتعالى فيلزم التسليم فيها للوحي والأخذ بذلك، ومسائل أخرى وسع فيها الشارع الأمر فلم يحسمها النص، بل جاءت فيها نصوص متعارضة، أو جاءت فيها نصوص غير قطعية الدلالة، أو جاءت فيها نصوص غير قطعية الورود، أو لم يرد فيها نص أصلا. فهذه المسائل من حكمة الله أن لا تحسم، وأن يبقى الخلاف فيها موجودا، وهو باب واسع وسع الله فيه على المؤمنين، وأراد فيه أن يكون في الأمر فسحة، ولم يشاء الله تعالى أن يجعل شريعته كالقوانين التي هي مرتبة بالمواد: المادة رقم 1، المادة رقم 2، المادة رقم 3. لم يرد الله ذلك، بل أراد أن يأتي بالتشريع بهذا الأسلوب المرتبط فيه الأمر والنهي بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وأن يكون من الأسلوب ما هو محكم، ومنه ما هو متشابه، منه ما هو واضح الدلالة ومنه ما هو خفي. وهذه حكمة الله البالغة، ولا مغير لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن أراد أن يغير هذا التشريع بعد 1400 سنة وزيادة، أراد أن يجعل المسلمين جميعا على قول واحد، فكأنما يريد أن يخرج هذه الأمة بشرقها وغربها من خرط إبرة، من ثقب إبرة، وهذا ما لا يمكن أن يتم أبدا. فلا بد أن يبقى الخلاف قائما، ولا بد أن تبقى المسائل التي لم تحسم مثارا للخلاف ومسرحا لآراء المجتهدين وأقوالهم، ولا بد أن تتفاوت درجاتهم في الاجتهاد من موسع ومضيق. وقد قال أحد العلماء رحمه الله: للشريعة سوران هما سور الرخصة وسور العزيمة. فإذا رأيت المجتهدين اختلفوا في مسألة من المسائل بين محل ومحرم، فاعلم أن الذي أحل قد اقترب إلى جدار الرخصة، والذي حرم قد اقترب إلى جدار العزيمة، وكل بين هذين السورين لم يخرج من بينهما. وهذا الرأي منصف جدا، وهو واضح في البيان. إذا عرفنا أن للشريعة هذين السورين، وأن أقوال أهل العلم لا تخلو من ترخص أو من أخذ بالعزائم، وكل في داخل إطار الشريعة، ويجد صاحبه مسلكا ملائما، فالجميع أهل لأن ينصف، وأن يعلم أنه إذا كان صاحب صدق وإخلاص وعرف منه ذلك في المستقبل، فلا يضره خطأه لو وقع في خطأ اجتهادي. وكل من عرف بالصلاح والاستقامة والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى فهو مأمون على الدين. ونحن نعلم أن هذا الوحي هو أشرف ما في الأرض، ولم يكن الله ليأتمن عليه المفلسين. إذا اختار الله عبدا من بين عباده أو أمة من بين إمائه لحفظ الوحي المقدس المطهر، فمعنى ذلك أن هذا الشخص الذي اختاره الله أهل لهذه الأمانة العظيمة، لأن الله يعلم السر وأخفى، وهو أعلم ببواطن الأمور، ولا تخفي عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. يعلم السر وأخفى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فلذلك لا يمكن أن يخفي عليه الإنسان أي صفة من صفاته، فإذا اختاره الله وأتمنه على وحيه دل ذلك على أنه أهل لأن يؤتمن على الوحي، فالله لم يكن ليأتمن على وحيه المفلسين. فنحن نعلم أن العقلاء منا إذا كان لأحدهم مال أو أمر مهم فأراد أن يودعه، لا يمكن أن يختار سارقا يودعه لديه، ولا يمكن أن يختار معروفا بالتعدي والغصب فيودعه لديه، ولا يمكن أن يختار من ليس أهلا للثقة فيودعه لديه. أليس كذلك؟ يختار أهل الأمانة والصدق والإخلاص وأهل الحصانة والنظافة، فهم الذين يأتمنهم على مهماته. والله سبحانه وتعالى أعلم بخفايا الناس من الناس، فلذلك لا يمكن أن يأتمن المفلسين على وحيه. وبهذا يعلم أن ما يقع فيه أهل الاجتهاد من بعض الأخطاء لا تنقص شيئا من قدرهم ومكانتهم، فإن الله تعبدهم بطلب الحق والتماسه، وقد أعملوا آراءهم فما وصلوا إليه يتعبدون الله به، سواء كان موافقا للصواب في علم الله وباطن الأمر أو لم يكن كذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
فالعلماء هم بمثابة البحار، وزلاتهم هي أقدار قليلة ويسيرة، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فكيف بالبحار الزاخرة؟ فلذلك لا بد من التماس أحسن المخارج لهم، وأن لا يظن بهم ظن السوء. كذلك فإن من هذه الشبهات أيضا أن كثيرا من الناس يبغض شخصا ما للاختلاف معه في مسألة، وبعد ذلك لا يمكن أن يقبل له صرفا ولا عدلا ولا أن يسمع منه أي مسألة فيما بعد. هب أنه عصى الله تعالى وتاب، أو هب أنه عصى وأبدل السيئة بالحسنة فعمل عملا آخر، أليس باب التوبة مفتوحا؟ أليست المغفرة أوسع من الذنب؟ فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، ونحن لا نستطيع تضييقها، والله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لا يستطيع أحد أن يحجر رحمة الله الواسعة، فالرحمة الدنيوية وهي واحدة في مقابل 99 رحمة في الآخرة. هذه الرحمة الدنيوية وحدها من آثارها الليل والنهار والمطر والهواء وكل ما في الدنيا من الأرزاق والبركات، كل ذلك من آثار رحمة واحدة، بها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإذا عرفنا سعة رحمة الله فعلينا ألا نجعل الإنسان بمجرد وقوعه في خطأ واحد قد أوجب وتجاوز القنطرة إلى الضفة اليسرى ولم يعد يقبل منه صرف ولا عدل، فهذا الحكم غير صحيح، وليس للإنسان أن يتجهمه ولا أن يتجاسر عليه. بل قد قال الله تعالى في أصحاب أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى الله عنهم، فهنا أسدل الستار على ما سبق من سيئاتهم جميعا، لأن الله عفى عنهم وهو صاحب الحق، هو الذي يملكهم ويملك أعمالهم، وقد عفى عنهم ما وقع منهم، فلا يمكن بعد ذلك أن نضيق نحن واسعا ولا أن نحجر ما فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده من الرحمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نحن نعلم أنك قد تخالف إنسانا في مسألة فتشنع عليه في هذه المسألة بذاتها، لكن لماذا تشنع عليه في مسائل أخرى وترى كل ما يصدر منه من الباطل؟ إن هذا قريب من كفران العشير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر اتصاف كثير من النساء به، فيقول: تكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. علينا أن نكون أهل إنصاف، وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقديما قال الشاعر: أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبسي، لقيت أبا عوف وعوفا ومالكا وكعبا فجاشت من لقائهم نفسي، لقونا فضموا جانبينا بصادق من الضرب فعل النار بالحطب اليبس، وليس فرار اليوم عارا على الفتى إذا علمت منه الشجاعة بالأمس. فلذلك لا بد أن يترك للإنسان سابقته وما قدم، وأن يعلم أن له صواب في بعض الأمور وله خطأ في بعض الأمور، فيعامل بالعدل والإنصاف. وهذا الحال مطلوب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التابعين لهم بإحسان، وفي أئمة الدين، وفي العلماء في كل زمان ومكان، وفي الداعين إلى الله تعالى، وفي المسلمين عموما يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار بالخصوص أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، فقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم.